شايفين ده طقم التوزيع. هو بيكون كده بعد الاستخدام بيبقى كده. اكتشفت ان هو السيليكون لما بيجي على الزيت بيعمل رغوه زي رغوه الصابون وبيقع من على البوتاجاز. وبعدين خلاص ناديه السيد انا عشان اجيب كل البرطمانات دي هعمل بيها ايه مش فاهمه. وده اللي انا عملته لان هما فعلا 4 قطع ده قليل جدا. طب ليه نجيب كنك جرانيت؟ انا مش فاهمه. احنا نعمل فيه رز مش عايزينه يلزق. الستاند الافشل على الاطلاق. عايزين يشربوا شاي في كوبايه شفافه. طقم الكنك ستاند، طقم الشوربه ستاند، طقم الشاي وطقم القهوه على ستاند، طقم البهارات كمان بيكون على ستاند. كل ما كان الستاند اكبر كل ما كان مغري اكتر. وطقم التوزيع على ستاند، كمان المجات على ستاند. انا كنت مرصصه الستاندات دي كده على المطبخ تمام كلها جنب بعضها. عندكم اول ستاند ده وهو من افشل الستاندات على الاطلاق. الستاند نفسه في طقم التوزيع او القطعه اللي بيتحط فيها طقم التوزيع دي مهمه اوكي، لكن الطقم الستاند اللي بيكون سيليكون ده فاشل كل الفشل. دي كان في ناس عندي وبعدين ايه بحط كده ماشي عشان اغرف لهم الشوربه. اول ما حطيتها في الشوربه طبعا سخنه. اول ما حطيتها في الشوربه كده عشان اغرف للناس الشوربه ايه اللي حصل؟ طلعت بدي بس. يعني انا عامله زي توم وجيري كده بقلب لقيت دي بس اللي طلعوا. وما تقولوليش بقى ان هي واحده بس، اهو كلهم اول ما بيتحطوا في اي حاجه سخنه ولو حراره بسيطه. فما تجيبوش اي طقم توزيع سيليكون اساسا من البدايه لانه مش اصح حاجه مهما كان غالي. الطقم ده كان غالي جدا مقارنه بكل الاطقم اللي كانت موجوده. كمان ما تجيبوش اي طقم مقسوم قطعتين كده لان القطعتين بيتفصلوا عن بعض. حتى طقم التوزيع السيليكون اللي هو واصل لحد النص ده برضو مع الوقت ممكن يتفصل. هو مش عندي منه لكن هو عموما حتى لو مش هيتفصل السيليكون مش احسن حاجه. وانتي عروسه بيحصل معاكي حاجه غريبه جدا بقى وانتي مش عارفه. انت جايبه طقم توزيع سيليكون وجايبه سباتيولات سيليكون فتبداي ان انت تحمري حاجه على البوتاجاز. اول ما تحمري حاجه في الزيت مجرد ما تحمريها كده بس وتيجي تقلبي تلاقي الزيت بيفور وبيقع على البوتاجاز وانت مش عارفه ليه الزيت بيفور وبيقع. اكتشفت ان هو السيليكون لما بيجي على الزيت بيعمل رغوه زي رغوه الصابون وبيقع من على البوتاجاز. طيب خلاص ما جاش على الزيت وهقلب بيه خضار او اي حاجه على النار سخنه. برضو قلبت بيه خضار عمل رغوه على الوش كده وفقاقيع. طبعا مش زي الزيت بيفور وبيقع كده زي الصابون. فطقم السيليكون مهما كان غالي ما تعرضوش لاي حراره. فيبقى نجيبه ليه؟ ما نجيبوش احسن. انا بستخدم الستاند بتاعه في طقم التوزيع اللي انا اشتريته بعد كده. جبت دي من زهران فرداني بجد تحفه. بصوا انا بستخدمها في القليه تقريبا بشكل يومي. يعني اغلبيه اكلي مقلي فبستخدمها كل يوم. شايفين لا ساحت ولا اي حاجه ولا فيها اي مشاكل. مكتوب عليها اهو هنا زهران تمام. كان سعرها 30 جنيه. طبعا زمانها دلوقتي غليت. انا جايباها بعد ده بفتره. بستخدم حاليا الستاند كده. القطعتين دول غلسين جدا في الاستخدام بجد. انا ما شفتش اغلس منهم. يعني لو بقلب مثلا حاجه على النار زي البفتيك او البانيه او حاجه زي كده بتقطع معايا الطبقه لانها اصلا في التحكم غلسه جدا سواء دي او دي. ولو بقلب فراخ في الفرن مثلا عايزه اقلبها على الوش التاني عشان تاخد لون برضو بتقوم شايله الجلده او قطعها. فبجد القطعتين دول المسكتين دول مش افضل حاجه خالص. ففي واحده اقترحت عليا او قالت لي ان دول بتوع الحلويات وبتمسكي بيهم قطعه الجاتوه هتهرسها وهتعملها لك عصير. بجد غشيمه. البتاعه دي غشيمه قوي. ممكن تستخدميها في التقديم على السفره بعد ما الحاجه تستوي وخلاص تدي للناس بيها. لكن انا كنت جايباها عشان استخدمها على النار طبعا ما نجحتش. تاني حاجه طقم الشوربه ده. طقم الشوربه ده انا بستخدمه كل حاجه وهو حلو مفيش اي مشكله. لكن انا اعتراضي على فكره الاستندات الكتيره بتاخد معانا مكان بتغلي من قيمه الحاجه. يعني انا الاربعه دول لو اشتريتهم فرداني الواحد هيبقى ب50 جنيه فدول هيبقوا ب200 جنيه. لكن على ستاند ممكن يوصلوا 500 جنيه و600 جنيه. عامل نفسه بقى طقم ومحطوط في كرتونه. لكن لو انا جبته فرداني هيبقى ارخص بكتير. وده اللي انا عملته لان هما فعلا 4 قطع ده قليل جدا. اقل حاجه 6. اشتريت فرداني زي كده وكمان بالغطا عشان لو هتقدمي لاي حد شوربه تفضل سخنه معاكي. بس شوربه لو شويه خضار لو شويه اي حاجه عايزاها تفضل سخنه على الاكل تقدري تستخدميها. دي كان سعرها اقل بكتير ان انت لو جبتي منها 6 عن الطقم. وكمان في التخزين بتبقى حلوه. بتحطي الاطباق فوق بعضها وبتحطي الفناجيل فوق بعضها والغطيان مع بعضها فبتبقى واخده حيز صغير في الضرفه. لكن الستاند بياخد مكان. كمان دي بتحفظ الحراره كويس جدا لان ليها غطا. الستاند الافشل على الاطلاق ده انا مش قادره املاه كله ماشي عشان خاطر انا لو مليته كله هيتقلب مني. الستاند ده غشيم جدا. الستاند ده ليه طريقه بان انت تسحبي المجات. لو سحبتي المجات عشوائي يعني حد عندك مثلا والقطعتين اللي فوق دول مليانين مثلا اهو حد يجي ياخد حاجه من هنا تلاقي الستاند بيرقص. شايفين هو بيرقص اهو. حد خد مج تاني الستاند بيقع. المجات بقعدها في الضرفه عادي جدا. لو في ستاند مجات تاني ناجح حطولي صورته في الكومنتات. لكن ده
فاشل فشل ذريع بجد وبيكسر المجات. استند البهارات، شايفين انا بستخدمه اهو عشان خاطر انتوا ظالميني وبتقولي ما بتستخدميش حاجتك. شايفين؟ بصوا يا جماعه الطقم ده مشاكله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. بصوا انتوا بتعلقوا لي على الكلام، مش هنختلف، هي ما بتتعدش. البهارات دي فيها مشكله، بعد الاستخدام اقل من شهر تقريبا لقيت كل الغطيان عامله لي كده مفتوحين كده، شايفين عامله كده ان كل البهارات مفتحه، والبهارات كلها اتكونت تحت وعملت كتله كده، اللي هو تيجي تصبي خلاص مش بتصب، رطبت لان الغطيان مفتوحه مش محكمه الغلق. 20 قطعه، يعني مش قطعه ولا 2 ولا اللي هي الستة دي، لا 20 قطعه. ايه انا هعلي على اي حد. شايفين بقى البهارات بتتكون ازاي؟ هنا بهارات بتلزق في الحته دي وتيجي تقفليها تلاقيها بعدها بثواني نطرت كده. البرطمانات دي احسن منه ب100 مره، الغطا مقفول كويس، بياخد كميه كبيره على قد ما يبان صغير، لا بس جامد ناجح مفيهوش اي مشكله. ولكن حط اي حاجه على رخامه بتكون عليها دهون، فانا حاطه جوه الضرفه فواخد مكان. الستاند ده لو مش موجود هحطهم كده جوه بعض بافضل حاجه، وهو الكنك الستانلس والنحاس. بلاش الالومنيا عشان طبعا زي ما انتم فاهمين مع الوقت بينقر وبيكون مش اصح حاجه. وبلاش كمان الكنك الجرانيت والتيفال، احنا كمان مش اللي بيتعمل فينا في الحلل هنطلعه في الكنك، لا بلاش اي كنكه من النوع اللي بيتجرح. الكنك يا ستانلس يا نحاس، وده افضل حاجه. اولا ده مش كنك جرانيت، ده كنك واخد طبقه منقطه، يعني توحيلك انها جرانيت زي السكاكين اللي عليها نقط زي الجرانيت، هي واخده طبقه بس مش اكتر، مرشوشه خلاص. هو جرانيت اصلي؟ لا انا الكنك اللي عندي اصلي ومش متجرح ولا في اي حاجه. طب ليه نجيب كنك جرانيت؟ انا مش فاهمه، احنا نعمل فيه رز مش عايزينه يلزق؟ هي مش مستاهله خالص. استند الشاي والقهوه طبعا يعني لا غنى عن التعريف. استند الشاي زي ما انتم شايفين، غير اصلا ان محدش هيشرب شاي في فنجان اساسا. بالمناسبه الاستند ده فضل قاعد عندي على الرخامه لحد ما تكون عليه دهون واغسله ويتكون عليه دهون واغسله لحد ما شلته. لا خلاص الموضوع مستفز، ما تحطوش اي حاجه على الرخامه بتاعتكم. لما كان جاي لي ناس وجيت اقدم لهم الشاي في ده عايزين يشربوا شاي في كوبايه شفافه، طب جالي لا انا بيجي لي ضيوف بتشرب الفناجين، كام واحد؟ نادرا. احنا في مصر عاده ما بنستخدمش الفناجين لا شاي ولا قهوه، بس بنشتريها، هو بنشتريها عشان ما فيش حد احسن مننا. الاستندات عموما وجودها على الرخامه بيكون دهون، وكل شويه هتفضلي تغسليها وتنضفيها والموضوع مش ناجح خالص. وبعدين في بدايه الجواز احنا اصلا مروشين لوحدنا، مش عايزين حاجه تروشنا كمان على الرخامه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير كتير جدا، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، هل انتوا بتستخدموا الاستندات ولا لا؟ يلا باي.